السلام عليكم. قلت لي المغرب ضد كندا، التوقعات ديال المغرب ضد كندا. هو الماتش صعيب حيت كندا غتبغي تفرض هذا ديالها وما عمرها ما ربحات حتى شي ماتش، ونتمنى الفوز للمغرب بواحد 2-1 ان شاء الله، ونتأهلوا للدور الثاني ان شاء الله. ان شاء الله الفوز ب2-0 ان شاء الله، وغادي يتأهل المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. وحنا فرحانين، عندنا ناخب وطني وعندنا منتخب فيه روح قتالية على الراية الوطنية، مربوحة ان شاء الله. السلام عليكم. تحية متبادلة للجمهور الرياضي المغربي. كنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيمين الفوز يكون للصالح ديال المنتخب ديالنا. حد سعيد لوليدات الركراكي، وان شاء الله النتيجة ان شاء الله وبحول الله غادي تكون 2-0 باذن الله عز وجل، ونتمناو الفرحة تعم في البلاد، ونفرحوا كاملين مع هذا المنتخب الشاب. وحد سعيد لوليدات الركراكي. الأمطار والخير تنزل بالمغرب، والمغاربة يعلقون الخير بدوحة الخير بقطر، وينتظرون مقابلة المغرب كندا. وإن شاء الله قلوبنا مع كاتبة الركراكي، قلوبنا مع أسود الأطلس. سيكون الفوز حليفة أصدقاء أشرف حكيمي بإصابة لواحدة. إبراهيم طويل يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمقابلة ديال اليوم الأخ الكريم، حنا جد متفائلين وحنا تايقين في الدراري ديالنا في المنتخب ديالنا، وتايقين في السي وليد الركراكي، ومعولين عليه من بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه واحد الإنسان جا في واحد الظرف وجيز وخدم على الفرقة، خدم عليها مزيان ونساجم الدراري وردهم في واحد الجو عائلي. داكشي هو اللي بالنسبه ديالو، داكشي هو اللي كيعطي الثمار ديالو وعطى المفعول ديالو راه بان. وهي بالنسبه للمقابله ديال اليوم راهي مقابله كتسمى مقابله حاسمه، حيت هذه هي المقابله اللي غنقول لك بحال احنا غنلعبوا في نار اليوم باش نتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله. وحنا متفائلين وغنتاهلوا، غادي ندوزوا ان شاء الله ب3-1، غادي نربحوا كندا ب3-1 الى شاء الله سبحانه وتعالى، لان حنا عندنا الدراري اللي تايقين فيهم وعندهم ما يعطيو، وكندا ماشي شي فريق اللي غادي يخلعنا، ماشي شي حاجه. ونتمنوا ان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني، ومبروك علينا هذا الخير اللي كينزل اليوم هذا المطار. بالنسبه للتوقعات، فالمباراه كتبان لي غتكون صعب من المباراه اللي فاتت، لانها مباراه حاسمه وفيها 3 ديال الاختيارات، فيها اما المركز الاول ولا المركز الثاني ولا لا قدر الله الاقصاء. يعني مباراه غتكون تكتيكيه 100%، غادي يخدموا فيها المدربين، يعني سيرتو المدرب ديال المنتخب المغربي السي وليد الركراكي، لانه على ما كنشوفوا اللعب هو لعب جماعي. من بدات البطوله ديال كاس العالم كيدخل بلعب جماعي، ما كاينش انفراد ديال تفوق ديال اللاعب على الاخرين. فاحنا نتمناو من الله الفوز باش نبقاو تستمر المسيره الكرويه، وديك الثمار اللي خدمها المنتخب المغربي هذه السنين تعطي المنتوج ديالها في هذا كاس العالم، لان هذه دوره التألق ديال اللاعبين، دورة التألق المنتخبات، ودورة التألق أيضا الدول اللي كتمثل هذه المنتخبات، ونتمنوا الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتمنوا المنتخب المغربي يتفادى جميع الاحتمالات في المباراة ديال بلجيكا وكرواتيا. حنا الحمد لله كلشي بين يدينا، اللعابة واعيين بالمسؤولية أكثر منا حنا كجمهور، عارفين بأن المباراة بين يديهم، عندهم رباح والتعادل. كنتمنوا إن شاء الله يكون خيرين، امطار اللي تهطلت على بلادنا اليوم ان شاء الله الحمد لله، والتاهل ديالنا للدور الثاني ان شاء الله. وكنتمنوا حظ موفق لجميع المنتخبات العربيه. لو البارح تقصات السعوديه كان مباراه جميله، ولكن كنتمنوا احنا الاهم عندنا هو المنتخب المغربي ان شاء الله يتكلف الدور الثاني. وعندي واحد النقطه بغيت نوصلها ان شاء الله، هي الحمد لله تاكدنا عندنا المنتخب مغربي حاليا بالقادر يفوز بكاس افريقيا الامم القادمه ان شاء الله. هذا هو اهم حاجه عندنا، نفوزوا بكاس افريقيا القادمه ان شاء الله. وكنتمنوا لهم حظ موفق لجميع اللاعبين في هذه المباريات.